الجنيه المصري ينخفض انخفاض كبير جدا أمام الدولار الأمريكي، وبيوصل 52 جنيه و23 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم لمتابعة آخر أخبار الدولار والاقتصاد في مصر. في الفيديو ده هنتكلم عن آخر أخبار تطورات سعر الدولار بعد ما شهد ارتفاع جديد في بعض البنوك ووصل لحوالي 60 قرش. يا ترى الدولار ممكن يكمل صعود خلال الأيام اللي جاية، ولا السوق هيشهد حالة من الاستقرار؟ مش عايز أطول على حضراتكم، سعر الدولار النهاردة في البنك المركزي المصري سجل 52 جنيه و9 قروش للشراء، 52 جنيه و23 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فوصل الدولار 52 جنيه و75 قرش للشراء، 52 جنيه و85 قرش للبيع. والبنك البرغة سجل الدولار 52 جنيه و10 قروش للشراء، 52 جنيه و20 قرش للبيع. بينما وصل الدولار في بنك مصر 52 جنيه و35 قرش للشراء، 52 جنيه و45 قرش للبيع. وأخيرا في بنك الإسكندرية سجل الدولار 52 جنيه و11 قرش للشراء، 52 قرش و21 قرش للبيع. والارتفاع ده جه في ظل تحركات قوية في سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، وطبعا بسبب برضو الحرب ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران. مش عايز أطول على حضراتكم، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.